هناك جماعات من العرب يحاولون جاهدين خلق الفتنة بين الشارع الكردي على مواقع التواصل الاجتماعي برقابة المخابرات والميت التركي اللي زعزعت الأمن والأمان في مناطق قوات سوريا الديمقراطية. ومن بين تلك الحسالة بعض الأشخاص الكرد الذي باعوا أنفسهم مقابل مادي. بعض العرب لا يتقبلون القيادة الكردية رغم أن قوات سوريا الديمقراطية مشتركة بين العرب والكرد وبإدارة واحدة، حتى لو كان الحل نحو الأفضل وكانت المعاملة بالمثل دون عنصرية أو دكتاتورية. تلك الفئة من العرب تعودوا على الكندرة الدكتاتورية فوق رؤوسهم، لا تعجبهم المعاملة بالحسنى أو حسبانهم كبشر. تلك الفئة التي أتكلم عنها مثل قطعان الغنم يقودها حمار تركي ويتوجهون بحسب توجه الحمار. تلك الحمير تردد أحيانا بأن ليس كل الكرد مع قسد، فعلا هناك كرد مرتزقة مثلكم يبيعون وطنهم مقابل القرش. تلك الفئة ليست مع قسد لأن الحمار الذي يقودكم قد قام بشرائهم بمقابل مادي. إن قوات سوريا الديمقراطية أو قسد هي تمثل كل كردي أصيل، وهيكليا إن قوات قسد هي أبناءنا وأخواننا وآبائنا، أي هي تمثلنا قلبا وقالبا. وأريد أن أخبر العربي الذي باع نفسه وباع أهله وأرضه ويهاجم ليلا نهارا الكرد والقومية الكردية أفق من غيبوبتك. بدل مهاجمة الكرد وإضاعة وقتك انشر قضايا شعبك في المخيمات وجيشك المرتزق الذي يدعي أنه يحمي الوطن. انشر عن من باعكم لروسيا بقرن بوظة. انشر عن شعبك الذي ذاق المر ودخل في حصار ولم يكن هناك الطعام ليأكله فأكل القطط. انشر عن تلك المرارة الذي أذاقوها. انشر عن من جعل أرواحكم أرخص من عود كبريت. انشر عن معاناة شعبك ويكفي فتنة، فنحن نعلم ما لنا وما علينا، ونعلم بأنك مرتزق. أنت مرتزق بلا ضمير، ولن تنجح في دب الفتنة بين الشعب الكردي. الكردي لديه هدف وهو حماية أهله وشعبه وأرضه، أما أنت كمرتزق فهدفك هو الدولار، تباع وتنشر بحسب من يدفع لك الأكثر، تعيش وتموت ذليلا. سلام.